اول نقطه يا شباب، مش معنى ان حضرتك بتربي في البطاريات انك كده مش هتشوف مرض الكوكسيديا. مرض الكوكسيديا متواجد اينما توجد صناعه الدواجن. يعني برضه بيكون في كوكسيديا، ولكن نسبه الكوكسيديا او حدتها او قوتها اللي هتصيب الفراخ في التربيه البطاريات بتكون قليله جدا. انت وارد تشوف اسهال بني في الفراخ، لكن غالبا بيكون كوليستريديا وما بتكونش برضه قويه وشديده تقدر تتخلص منها بالاحماض العضويه او مضادات الكوليستريديا. النقطه الثانيه، ان مش معنى ان عندك الفراخ او الكتاكيت فيها كوكسيديا ان ده عيب كتكوت. لا، الكوكسيديا لا تنتقل من الام للكتاكيت. النقطه الثالثه يا شباب، ان الطبيعي الكوكسيديا بتظهر على عمر 12 يوم، لكن في الشتاء اللي احنا فيه ده مع وجود رطوبه في الفرشه وارد جدا انها تيجي عمر اسبوع. الكوكسيديا ليها دورتين حياه، دوره داخل جسم الطائر ودي بنعالجها بالادويه، ودوره خارج جسم الطائر في النشاره ودي بنعالجها ان انت اصلا تقلل الرطوبه في النشاره. النقطه اللي بعد كده يا شباب، لما يكون في كوكسيديا او شاكك ان الفراخ فيها كوكسيديا، ما تحطش خميره او فيتامين ب. في بعض العناصر او المواد لما بتكون موجوده بتزود نشاط الكوكسيديا، زي ما قلنا كده الرطوبه والحراره. في كمان ادويه زي الخميره وفيتامين ب. فلما يكون عندك برنامج خميره انت عايز تحطه، ما نحطش الخميره الا اذا كنا متاكدين ان مفيش كوكسيديا، مفيش اسهال احمر او بني. لازم نكون او عامه تكون انت مخلص جرعه كوكسيديا وكوليستريديا، الجرعه الوقائيه اللي بتحطها مثلا عمر 10 ايام مثلا، تبدا بعدها ان حضرتك تحط جرعه الخميره وانت مطمن. النقطه اللي بعد كده، ان الكوكسيديا عامه بتنشط في حاله وجود اي فيروس. يعني لو جه بعد الشر جمبورو للفراخ، اعمل حسابك ان دايما بيجي بعد الفيروسات اصابه بالكوكسيديا. اخر نقطه معانا يا شباب، ان الكوكسيديا دايما بيجي معاها كوليستريديا. يعني لما نيجي نعالج الكوكسيديا ما ينفعش نحط مضاد كوكسيديا بس، اعمل حسابك لازم تشتري كمان مضاد كوليستريديا زي الاموكس والامبسلين.